هل ينفع يا دكتور استأصل الغضروف واركب شرايح ومسامير بدون قفص كربوني؟ طبعا فكرة القفص الكربوني دي خطوة زيادة بتتعمل في التثبيت بتاع الفقرات عشان يثبت أو يزود نسبة الالتحام. عادة نسب الالتحام بالمسمار بس أو بالشرايح والمسامير بس بتوصل ل 30-40%. أما نسب الالتحام إن العظم يتكون أو الفقرات نفسها تلتحم في بعض لما بتركب القفص الكربوني بتوصل ل 80 أو 90%. فدي خطوة بتبقى مع التثبيت بتاع الفقرات بتشيل الغضروف وتركب مكانه حاجة اسمها قفص كربوني من الجنب. فمعظم الحالات أو أنا بفضل إن معظم الحالات اللي بعمل لها تثبيت وهضطر أشيل الغضروف لأي سبب ما بركب معاها قفص كربوني عشان تزود نسب الالتحام عشان العين يقدر يرجع لحياته ويقدر يشيل بطريقة أحسن. طب ايه اللي هيحصل يا دكتور لو ما ركبتش قفص كربوني؟ ولا اي حاجه، انت بيبقى في طرق تانية برضو مع الشرايح والمسامير ان احنا بنكحت العظم اللي حواليه عشان نزود نسب الالتحام، ولكن دي خطوه من الخطوات اللي زي ما قلت لك بتزود نسب الالتحام.